قصص ما تفوتكش، سبب القبض على رمضان صبحي، وصور شيكابالا في حفل زفاف شقيقته. وأوضح المصدر أن رمضان صبحي أكد عدم علمه أو معرفته مع رفشة بطلب الاستدعاء إلى النيابة. وكان صبحي يتواجد رفقة باعثة فريق بيراميدز خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد 2025 إلى 2025 في تركيا. وفي مايو الماضي 2025 تم ضبط أحد الأشخاص خلال أداء امتحان في أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس دون أن يكون مقيدا بالمعهد. وبعد ضبطه من قبل عميد المعهد اعترف أنه يؤدي الامتحان مكان نجم وسط بيراميدز رمضان صبحي مقابل حصوله على مبلغ مالي. ومن جهته كان قد نفى رمضان صبحي وجود أي علاقة تجمعه بالشخص الذي تم ضبطه داخل لجنة الامتحان. وجاء بيان بيراميدز عقب الأزمة مباشرة في مايو الماضي كالتالي: ينفي اللاعب رمضان صبحي نفيا قاطعا أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق، ولم يتم إخطارنا بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أي اتهام للاعب حتى تاريخه. أضاف: نؤكد أن رمضان صبحي لم يكن على علم مطلقا بما تم تداوله، وأنه لا تربطه أي علاقة بهذا الشخص من قريب أو بعيد لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية. اضغط هنا.